السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. في البدايه كلنا بنصلي على الرسول. النهارده باذن الله بنعمل مع بعضينا رز اسكندراني. هناخده كده كوبايتين من الرز وكوبايتين من العدس، تمام. وهنعمل جنبه بقى ايه؟ بيض مسلوق وبدنجان مخلل مع فلفل. هنروح على البوتاجاز وهنشوف مع بعضينا هنعمل ايه. حبايبي ادي حطيت الكشري يتحط على ايه؟ على النار. حطيت معلقتين زيت، معلش الحته دي فاتتني. وهحط واحده ماجي وشويه ملح صغيرين بحيث ان ما يبقاش حادق معانا. وادي البيض معانا على النار بيتسلق. وبعد بقى ما اقلبه كده خالص اخلي ايه؟ الكشري بتاعنا يتشمع بالزيت. خلاص نبدا نحط بقى عليه ميته. بس هنغطي الميه كده، بس ايه؟ مش بزياده، عشان عايزاه يطلع مفلفل، مش ميطلعش معجن معانا. اول ما هيغلي بقى هنوطي النار عليه ونسيبه ونبدا نشتغل في البدنجان معانا. انا نقلت الرز هناك الكشري وحطيت هنا عشان اشتغل في البدنجان معانا. بسم الله. هنحط نقطه زيت كده صغيره، وهبدا ايه؟ اشوي البدنجان شوي، بحيث ان انا عايزاه يبقى زي المشوي كده، بيبقى طعمه حلو قوي. طبعا بيختلف الطعم المشوي بالزيت غير المسلوق، فانا عايزه اعمله ايه؟ حاجه مختلفه شويه. عايزه اغطيه بقى كده بحيث ان هو ايه؟ منه يشوي ومنه ينزل ميته يستوي في ساعتها بسرعه، ما يغيبش عليا. والفلفل برضه هعمله بنفس الطريقه. هنروح بس نحضر الخلطه بتاعت ايه اللي هنحشيها في البدنجان والفلفل. حبايبي هنعمل مع بعضينا دلوقتي ايه؟ الدقه بتاعت الفلفل. هنحطه كمون حبه حلوين كده، لان احنا هنحشي حاجات كتيره. ومعلقه ملح، بس ما نكترش لان احنا برضه هنحطه إيه. وطبعا دي هريسه، الهريسه اللي هي الشطه بقى الحراقه. زي ما تحبوا بقى انتوا تحطوا الكميه. وده توم مهروس. بسم الله. لان الاكله دي طبعا ايه؟ حرشه جدا. كانت امهاتنا بقى زمان الله يرحمهم كانوا دايما تعملها لنا. ونحط عصير ليمون، عصرتين ليمون كده. هنحط نقطه خل معاه، زي معلقه كبيره كده خل. ونحط شويه زيت، معلقه برضو كده. ريحتها بقى ما اقولكمش تحفه تحفه خالص. بس هدوق كده حاجه بسيطه عشان خاطر اشوف الملح ايه نظامه. محتاجه شويه ملح. لان انا عندي الملح ايه؟ المعلقه صغيره جدا. طبعا الحاجه اللي انا ما قلتلكمش عليها ان انا ايه؟ هعمل الطماطم بتاعت زمان بقى، بتاعت ماما الله يرحمها كده، اللي بتبقى محشيه بقى. بس لا، انا عايزه احط حاجه تانية. احط هنا ايه؟ معلقه، زي معلقه كده مبشوره متقطعه حتت صغيره، البقدونس والكزبره. هنقلب كده عشان تدي شكل وطعم. ابدا بقى احشي. ده كده معانا اول طبق في المخللات. الطبق التاني طبعا هيكون البدنجان. كده جبت بقى الفلفل المشوي، هقلبه في بقيه الخلطه. كده هنفضيهم بقى هنا كده. طبعا طبق البدنجان والفلفل حاجه مفيش غير كده. وطبعا الطماطم تحفه جدا. هزوقهم بقى بشويه ايه؟ خضره كده. ادي كده الطماطم، وادي البدنجان والفلفل. هنخش بقى نعمل ايه؟ السلطه الخضراء. ادي البيض المتدحرج اللي كان عليه ترند. وادي كده ايه؟ البدنجان والسلطه الخضراء والطماطم والكشري الاسكندراني. وده غدانا النهارده. وتفضلوا معانا. ما تنسونيش بقى في لايك شير كومنت ظريف. اكل ودردشه ام كريم.